يلا تمسيهم بالخير والنور والسرور. معرقة حويشي، ما عندنا شيء، لحم، فلفل رومي، بصل، بهارات عدلة، نحطهم بهالقدر ونقفل عليهن 40-35 دقيقة بدون إضافة ماء. طبعا لازم كمية البصل تصير واجد علشانه بيملى الزدر بعد شوي ماء. حطينا البصل والفلفل الرومي، نحط علينا اللحم الحين. صفينا اللحم بهالشكل. الآن بنحط بهارات عدلة اللي هو قرفة أو قرنفل، قرفة والهيل، ونحط الملح. الملح نكثره شوية علشان البصل كثير وبيعطي حلاوة. ونقفل قدرنا 35-40 دقيقة. حطينا قدرنا على 30 دقيقة. بعد ما تخلص 30 دقيقة نفرغ البخار ونصفي من مرق اللحم للرز. طبعا ما راح يكتمل القدر إلا إذا ضغط. خلصت 30 دقيقة. الآن نفرغ البخار ونفتح قدرنا وناخذ من مرق اللحم مثل ما قلت لكم للرز. نفتح قدرنا ونشوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ترى ما حطينا ولا نقطة ماء، ما شاء الله ما شاء الله. الحين بنصفي من الماء هذا للرز. تشوفون الماء واللحمة ذايبة ما شاء الله ما شاء الله. وهذه مرقة اللحم طبعا بدون ماء، ترى كل الماء ذا من البصل والفلفل الرومي. بدأ يقلب الماء. الآن بنحط الرز ونازل ماء ونخليه على نار عالية. لا شرب الماء نقصره 15-20 دقيقة يكون جاهز. وهذا رزنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كبه كله لا يبقى ولا حبة، ومن نازل ماء وخليه على نار عالية. شرب الرز الماء، قصرنا النار، حطينا حمصة البصل والزبيب ومنقوع الزعفران. خليه 15-20 دقيقة ويكون جاهز. وهذا الرز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يجعله بالعافية. هذه لحمتنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بناخذ منها المرق لازم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا عشينا والله ما شاء الله يا اللحمة إنه دواء ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا أبو محمد.